مكان فيه كل علوم وفكر العالم القديم، من فلسفة اليونان لعلوم المصريين لثقافة الهند والصين. مكتبة اسكندرية القديمة أول وأكبر مركز بحثي في العالم ومصدر المعرفة لكل العلماء والمفكرين، وفضلت كده لأكتر من 600 سنة. اتأسست في القرن الثالث قبل الميلاد في عهد بطليموس الأول والثاني. فكرة المكتبة إنها تبقى مركز علمي عالمي وتجمع كل كتب ومعارف الشعوب القديمة في مكان واحد. جاء بطليموس وقال احنا عايزين كل كتاب في العالم يكون عندنا نسخة منه. عملوا ايه بقى؟ كانت اي سفينة بتدخل مينا اسكندرية بيتم تفتيشها وياخدوا اي كتاب فيها ويعملوا منه نسخة ويرجعوا النسخة الاصلية. وكانوا بيبعتوا بعثات لليونان والهند وفارس عشان يشتروا او يستنسخوا المخطوطات المهمة. حتى مكتبة أثينا وقتها طلبوا منهم يستعيروا النسخ الأصلية من أعمال سوفوكليس وهوميروس، ووقتها بطليموس أخدها ورفض يرجعها. والمكتبة بقى فيها أكتر من 700 ألف مخطوطة. كانت كمان جامعة ومركز أبحاث، كان فيها معامل علمية لدراسة الفيزياء والكيمياء، فيها مرصد فلكي لمتابعة النجوم والكواكب، أماكن للنقاشات الفلسفية والعلمية. باختصار كانت المكتبة جوجل العالم القديم. علماء كبار اشتغلوا فيها زي إقليدس وأرشميدس وإيراتوستينز. طب إيه اللي حصل للمكتبة؟ في أكتر من رواية عن تدمير المكتبة، أشهرها حريق يوليوس قيصر سنة 48 قبل الميلاد. لما الرومان حاصروا اسكندرية حصل حريق ونار وصلت للمكتبة. أو الصراعات الدينية في العصر الروماني لما بدأوا يهدوا المعابد الوثنية فالمكتبة ممكن تكون اتهدت معاهم. الحقيقة بقى إنه احتمال تكون المكتبة اتدمرت على مراحل مش في حدث واحد، وده اللي خلى تراثها يضيع للأبد. ولا مخطوطة واحدة من مكتبة اسكندرية القديمة نجت. المكتبة ضاعت والكتب اختفت والعالم خسر كنز معرفي ما يتقدرش بثمن. لكن علماء العرب في العصور الإسلامية ساهموا في ترجمة بعض علومها وكملوا على أبحاث الفلاسفة والعلماء اللي درسوا فيها. وفي سنة 2002 تم افتتاح مكتبة اسكندرية الجديدة في نفس المكان علشان تبقى رمز لإعادة نشر الثقافة والمعرفة، لكن طبعا مش بنفس المجد القديم.